ما انت مستني ايه يعني؟ ما هي الدنيا كلها مش هتبقى لصالحك لوحدك. الدنيا كلها مش هتبقى بتاعتك. الكون كله مش هيتسخر لك ليك لوحدك. لازم انت تعمل حاجة عشان تلاقي نتيجة في الاخر. لكن غير كده مفيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا اخواتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. واحب ابدا كلامي طبعا بصلاه الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا محمد. ومش عايزين ننسى الدعاء لاخواتنا فلسطين، ربنا ينصرهم ويرفع رايه الاسلام والمسلمين ويرحم امواتهم وامواتنا اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والزمالك يفوز على كهرباء الاسماعيليه بنتيجه 5-2 مع الرأفه ومع يعني الغاء اهداف. في هدف اتلغى بداعي التسلل، واهداف تانية مهدرة بالجملة قدام فريق دفاعيا وحارسيا غير موجود بالخدمة. رغم ان هم سجلوا هدفين، لكن دفاع كهرباء الاسماعيلية في في الزلابية مفيش دفاع خالص نهائي. ورغم كده الزمالك بيفوز، رغم المشاكل الزمالك بيفوز، رغم ايقافات القيد الزمالك في المركز الثاني، واحنا في المركز الرابع بعد فوز الزمالك النهارده وتعثر بيراميدز امام سموحه وخساره بيراميدز امام سموحه بنتيجه 2-1. الزمالك في المركز الثاني واحنا في المركز الرابع. رغم النجوم، رغم ان احنا ما عندناش ايقافات قيد وعندنا لعيبه بجوده عاليه، رغم ان اللعيبه بتاخد مرتباتها في ميعادها، رغم ان احنا ما عندناش ايقافات قيد وجايبين لعيبه وعاملين ميركاتو، رغم ان احنا، رغم كل حاجه، رغم الاستقرار الاداري، رغم الاستقرار، رغم كل حاجه، رغم كل حاجه. ولك ان تتخيل ان انت رغم كل الاستقرار ورغم كل الهيمنه ورغم كل ان انت الدنيا كلها معاك والدنيا كلها بتصب في مصلحتك، لكن انت في الاخر وفي النهايه انت في المركز الرابع. عندك نجوم، عندك اداره، عندك لعيبه، عندك حراس مرمى بتتظلم، عندك لعيبه في ارضيه الملعب بتشارك وهي ملهاش الاحقيه ان هي تكون موجوده، عندك ظلم بين في حتت كتير وفي مراكز كتير، وفي لعيبه بتشارك ملهاش الاحقيه انها تلبس التيشيرت بتاع النادي الاهلي اصلا. ورغم كل ده وعايز تبقى انت موجود في حته تانية غير المركز الرابع؟ مستحيل. مستحيل. مستحيل لما يبقى فريق عنده كل المشاكل دي وفي ارضيه الملعب فنيا مش افضل حاجه، لكن في لعيبه بتحاول وعندها دم وعندها روح. ناصر منسي رغم الغياب الطويل وينزل ليه دور في ارضيه الملعب، بينزل بيعمل حاجه، نزل سجل هدف بعد الفارق ما بين الزمالك وكهرباء الاسماعيليه في المباراه. طب احنا بقى دورنا ايه؟ امبارح مباراه من ابشع المباريات، امبارح اداره من مدير فني ضعيف، مش عارف اقول عليه حاجه تانية غير كده بالنسبه لمباراه امبارح وبالنسبه للمجمل ككل. عندك بعض اللعيبه ان انت قدرت تغير فيهم حاجه وقدرت ان انت تخليهم مميزين، لكن المجمل في النهايه ان انت لسه ما قدمتليش حاجه. واحد زي محمد طاهر ده ملوش دور انه يشارك وكان المفروض مشي. واحد زي وهنتكلم بقى على مستوى الاداره ومستوى رحيل اللاعبين. واحد زي علي معلول ده ما كانش المفروض انه يرحل. لما تمشي لي علي معلول وعندك كوكا، يبقى احنا عندنا خلل ومشكله. اسطوره من اساطير النادي كان قادر ان هو يديلي سنه، يديلي سنتين كمان، ده ما شاء الله عليه. في مباراه مع الصفاقسي بياخد الهجمه من الجول، هنقعد بقى نتكلم ونهري كتير، خلاص الموضوع انتهى. بس انا بتكلم على المجمل، بتكلم على النهايه، بتكلم على بص فريق عنده مشاكل بالجمله قد ايه وواصل للمركز الثاني، وانت ما شاء الله يعني كل الدنيا تحت رجلك. الدنيا كلها تحت رجلك، وفي النهايه دي النتيجه. ايه السبب؟ معرفش. ما الدنيا كلها مش هتتسخر لك. لو بيراميدز النهارده خسر من سموحه فخلاص يعني احنا
الحمد لله قدر ولطف، الفرق ما بعدش. لكن لما الزمالك النهارده مش هيخسر لك، وكمان مش هيتعادل لك. ايوه كان عنده بعض الكسور وكان ممكن يتعادل، ما مش بعيد. لكن لما قدر ان هو يقرص وقدر ان هو يعمل حاجه وتبديلات عملت فارق في ارضيه الملعب، خلاص يا باشا انا قادر ان انا هفرق، مش هستناك. ودي النهايه في النتيجه دي نهايتها. واتمنى ان حد يلحقنا، اتمنى ان حد ياخد، يعني نفكنا بقى من شغله البهوات والبشوات والناس اللي ما عندهاش حتى غيره على التيشيرت. امبارح تريزيجيه لوحده وحيدا يغرد في ارضيه الملعب، الباقي مش موجود. لولا تريزيجيه ما كناش حتى تعادلنا امبارح. اتمنى ان احنا نراجع حساباتنا، واتمنى التوفيق في مواقع. سلام.